أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. إحياء اليوم العالمي للموسيقى. بحث في تنمية الثروة الغابية في جندع. أردوغان يهدد مجددا بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي. توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبو ظبي. والاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لمضاعفة وارداته من الغاز الأذربيجاني. من العناوين إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا، وكانت 3 إصابات من وسط المدينة وإصابتان من ججرت وإصابة واحدة من كل من عد أبيتو وكامبوبولو وغوتشيت وتعد كريستيان وجازابندا. في غضون ذلك شفي 14 مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن 9892. شفي منهم 9725 وتوفي 103، فيما يتلقى 64 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 19 من يوليو لعام 2022. نظمت مفوضية الثقافة والرياضة حفلا يوم أمس 18 من يوليو إحياء لليوم العالمي للموسيقى. وأوضح مفوضي الثقافة والرياضة السفير زمندة تخلف في المناسبة أن اليوم العالمي للموسيقى يتم إحياؤه للمرة الأولى في البلاد. وقال عضو جمعية الموسيقيين السيد برناباس مبرهتو إن إحياء اليوم العالمي للموسيقى يبرز مقولة الموسيقى لغة عالمية، موضحا بأن الموسيقى لها منذ القدم مكانة كبيرة في الحياة اليومية لمجتمعنا، وقيامها بدور كبير للتصدي للغزوات وتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة. ودعا الجهات المختصة للتعاون مع جهود الفنانين وجمعية الموسيقيين للحد من التأثير السلبي للموسيقى على الثقافة والقيم المجتمعية لكونها أصبحت عشوائية مع التطور التقني. يحتفل باليوم العالمي للموسيقى في 21 من يوليو استنادا إلى مهرجان الموسيقى الذي نظم في فرنسا عام 1982. أفاد مكتب التعليم في مديرية صنعاء في التقييم الذي أجراه من 12 وحتى 14 من يوليو تحقيق نتائج تعليمية مرضية نتيجة الجهود المنسقة من جميع الجهات. وأوضح مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ عمر دين محمد في التقرير الذي قدمه بأن نتيجة النجاح بلغت 86.4% في المراحل التعليمية الثلاثة في العام الدراسي 2021 و2022 بزيادة نسبية عن العام الدراسي الماضي. وأوضح الاجتماع على العمل لتوطين أكثر للعلاقة بين لجان الآباء والمدرسة وإدارات الضواحي وتشجيع الطلاب والمعلمين المميزين وتقديم الدعم التعليمي للطلاب المظهرين ضعفا في الدراسة والاهتمام لصيانة المدارس والأساسات المدرسية وبناء أسوار للمدارس التي ليس لها. وشدد منسق تعليم الكبار في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين على أهمية مساهمة الشعب والمعلمين وأولياء الأمور للتعرف على أسباب مقاطعة التعليم وإيجاد الحلول لها. وناشد المدير التنفيذي في إدارة مديرية صنعاء السيد هابتكيداني مدراء الضواحي القيام بدور فعال لتحسين المشاركة المتدنية للطلاب. من ناحية أخرى كرم أعضاء جمعية مركز سلمونة في مديرية زرزرات الطلاب المتفوقين المتلقين التعليم الإضافي من الصف الأول وحتى الصف العاشر والمعلمين المميزين. ونصحت مديرية زرزرات السيدة دهب بلاي الطلاب لبذل الجهد المتواصل حتى التعليم العالي.
بحثت إدارة مديرية جندع تنمية الغطاء النباتي بمشاركة مدراء الضواحي ومسؤولو الأقسام وممثلو الشعب. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية جندع السيد حيش جبر سلاسي غرس أكثر من 40,000 شجرة في العام الماضي في ضواحي دونغولو وإنبات كلا ونفاسيت وبلدة كحتلاي ومدينة جندع والمدارس ودور العبادة. وأشار إلى تنفيذ مهام مرضية لحماية التربة وحفظ المياه، موضحا بأن العمل جار مع إقامة المحميات في مسألة الطاقة البديلة ومتطلبات المراعي وتجميع ضحيات عقم بوسا في دماس، ودعا للعمل الجاد لتحصيل الضريبي للمواشي والمتاجر. ودعا الاجتماع لحل مشكلة مياه دونغولو لعال ونفاسيت ومتكل آبيت وطرت وتجهيز حاويات النفايات والاهتمام بمشكلة المساكن. قام أعضاء شركة موسى علي للإنشاءات والجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية وأعضاء وزارة الحكومات المحلية بنفير تشجير يومي 15 و16 من يوليو في منطقة ماي دمنت، ورث خلاله أكثر من 23,000 شتلة وبناء المدرجات الحوضية. وأفاد مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط أن الحملة الخضراء تسير بفعالية منذ عام ونصف بمشاركة الوزارات والاتحادات الوطنية وشركات البناء والإدارات وأعضاء الجيش وقوات الأمن والطلاب. وأشارت إلى إعداد أكثر من 2,000,000 شتلة من الأشجار في 9 مشاتل في الإقليم الأوسط لغرسها بإرشاد المختصين. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية لأكثر من 400 مزارع في مديرية كرن لإعداد السماد والمبيدات الطبيعية بطريقة علمية بهدف رفع الإنتاج الزراعي. وأوضح خبير وقاية النباتات في مديرية كرن السيد فيلمون أفورقي أن المزارعين كانوا يستخدمون من قبل السماد الطبيعي الذي كان له دور جيد في الإنتاج، لكن الاستخدام المكثف للسماد الكيميائي حاليا أخذ يتسبب بأضرار في المنتجات والصحة والتربة. وقال إن استخدام السماد والمبيدات الطبيعية أفضل وسيلة لتخصيب التربة ومكافحة الآفات الزراعية التي تظهر أثناء الزراعة والحصاد والتخزين. وذكر إعداد كتيب حول أسلوب إعداد السماد الطبيعي وبدء المزارعين باستخدامه، داعيا وزارة الزراعة زيادة الدعم لإيصال المنشور إلى جميع المزارعين. وأوضح مسؤول الزراعة في مديرية كرن السيد يزيد عبد الله أن الدورة التدريبية هدفت إلى حل إشكالية الأضرار التي يسببها السماد والمبيدات الكيميائية على الصحة والمنتجات. سيداتي سادتي، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، عاود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا التهديد بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ما لم يمتثل البلدان لشروط أنقرة. وخلال قمة للأطلسي في نهاية يونيو في مدريد، دعا أردوغان البلدين الإسكندنافيين إلى القيام بدورهما في مكافحة الإرهاب، واتهمهما بتقديم ملاذ آمن لنشطاء أكراد. وردا على سؤال بشأن تصريح أردوغان، اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالتذكير بأن أنقرة أعطت خلال قمة مدريد الضوء الأخضر لبدء عملية انضمام البلدين الإسكندنافيين إلى الحلف. ويشارك أردوغان في طهران مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي في قمة ثلاثية ستبحث مواضيع عدة، من بينها آليات تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ أوكرانيا بسبب الحرب في أوكرانيا. أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس دعم أبو ظبي لأمن الطاقة في فرنسا والعالم، وذلك خلال أول زيارة دولة للزعيم الخليجي إلى الخارج منذ توليه منصبه. وأثمرت الزيارة عن اتفاقية شراكة استراتيجية عالمية حول التعاون في مجال الطاقة وقعها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير ووزير انتقال الطاقة آني إسبانيه، ومع وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر بحسب بيان حكومي في فرنسا.
وستساعد هذه الاتفاقية على إنشاء إطار عمل مستقر طويل الأجل لهذا التعاون لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشاريع الاستثمار المشتركة المستقبلية، بما يشمل إمكانية إنشاء صندوق ثنائي لتمويل المشاريع الخضراء. وقع الاتحاد الأوروبي وأذربيجان اتفاقية لمضاعفة واردات الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا التي تبحث عن مصادر إمداد غير روسيا منذ الحرب في أوكرانيا. وخلال زيارة إلى باكو، وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير لاين والرئيس الأذربيجاني إلهام عليف مذكرة تتعلق بالشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. وقالت فوندير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك: خلال بضع سنوات سنضاعف إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي للتعويض عن الخفض في إمدادات الغاز الروسي. وتنص الاتفاقية أيضا على توسيع ممر الغاز الجنوبي الذي يعبر أذربيجان وجورجيا وتركيا واليونان وصولا إلى 20 مليار متر مكعب سنويا في غضون بضع سنوات. قتل 13 سجينا وأصيب آخران بجروح في عراك اندلع داخل سجن في الإكوادور بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت هيئة إدارة السجون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إن العراق اندلع في سجن بيلا فيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس 80 كيلومترا غرب العاصمة كيتو، وقد أسفر عن مقتل 13 سجينا وإصابة 2 آخرين بجروح. وهو نفس السجن الذي قتل فيها 44 سجينا في مايو في اشتباكات دموية دارت يومها بين عصابتين متناحرتين. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. إحياء اليوم العالمي للموسيقى. بحث تنمية الثروة الغابية في جندع. أردوغان يهدد مجددا بتجميد عملية انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي. توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون في قطاع الطاقة بين باريس وأبو ظبي. وأخيرا، الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية لمضاعفة وارداته من الغاز الأذربيجاني. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. تسأميرم يصنحوا